سؤال مهم تاني، هل التكتونيات هي السبب الوحيد في تكوين الجبال؟ بنى الجبال مش مجرد تصادم قاري، دي عملية معقدة فيها عوامل جيولوجية متعددة زي التآكل والنشاط البركاني وحركة الصخور جوه القشرة الأرضية. في حالات المناطق اللي تعرضت لتصادمات ضخمة ما كونتش سلاسل جبلية ضخمة، وده بيطرح تساؤلات عن دور العوامل التانية في تشكيل جبال الأبلاش والأورال، لأنه بعد ما اتجمعت بانجية حصلت تصادمات قارية ضخمة أدت لظهور سلاسل جبلية عملاقة، وفي منها اللي لسه موجود لحد النهارده. لكن ده حصل ازاي؟ تخيلوا انكم راكبين آلة زمن وراجعين 300 مليون سنة لورا، الأرض شكلها مختلف تماما، القارات اللي نعرفها لسه متجمعة في كتل ضخمة، والمحيطات كانت بتاخد شكل مختلف، لكن في وسط المشهد ده في أحداث ضخمة بتحصل تحت السطح، القارات بتخبط والصخور بتتكسر وسلاسل جبلية عملاقة بتتكون. في الفترة دي كانت الأرض بتشوف تكوين جبال الأبلاش في أمريكا الشمالية وجبال الأورال في روسيا، والجبال دي كانت مش مجرد تضاريس، لكنها دليل حي على الصراعات الجيولوجية اللي حصلت وقتها واللي غيرت مناخ الأرض ومسارات تطور الحياة. نسأل السؤال تاني، طيب إزاي تصادم القارات شكل الجبال؟ الأبلاش والأورال اتكونوا نتيجة تصادمات ضخمة بين القارات خلال مراحل تكوين القارة العملاقة بانجيا، لكن مش كل تصادم بين قارتين بينتج عنه جبال زي ما قلنا، لازم تكون الظروف الجيولوجية مناسبة، وده بالظبط اللي حصل